جائزة ثالثة، جائزة أحسن سيناريو تتنافس عليها كل الأفلام طبعا، ولكن المرشحين لنيل هذه الجائزة سيكونوا الحذاء الكبير، فيلم سيلونس، وفيلم الإيثار. ثلاث أفلام تتنافس وتترشح لنيل جائزة أحسن سيناريو. لمن ستكون هذه الجائزة يا ترى؟ أستاذ قدور، نحيل الظرف إلى السيد طارق ثابت. لنؤكد أن كل العملية تتم بشفافية وبموضوعية وبمصداقية. جائزة أحسن سيناريو طبعا، وهي جائزة عادت إلى مديرية الخدمات الجامعية وسط تيزي وزو الحذاء الكبير. فتحية لكل القائمين على هذا الفيلم القصير الذي حاز على جائزة أحسن سيناريو. جائزة أخرى لكل المتابعين عبر قناتنا الإلكترونية دوبتنا بوعقل تي في، نقول لكم أن هذه الجوائز أو هذه الألقاب تكون بشفافية وبمصداقية تامة. أحسن دور نسائي، لمن ستكون هذه الجائزة يا ترى؟ لتترشح الأفلام فيلم الحذاء الكبير من ولاية تيزي وزو، فيلم سيلونس من قسنطينة، وفيلم غرفة 33 من ولاية سيف. لمن ستكون هذه الجائزة ولمن سيكون هذا الوسام؟ أستاذ قدور، نحيل الظرف إلى السيد أستاذي لحسن شيبة. السلام عليكم. لمن ستكون هذه الجائزة يا أستاذي؟ أكثر حاجة ينتظروها الممثلين، جائزة أحسن دور رجالي، جائزة أحسن دور نسائي. اسمحي لي ما نشوفش فيها، نقراو مع بعض. الجائزة تعود إلى جائزة أحسن دور نسائي، تعود الحذاء الكبير، مديرية الخدمات الجامعية تيزي وزو. هذا الفيلم الذي يأخذ الألقاب عن جدارة، فهنيئا لكل القائمين عليه. من أحسن دور نسائي إلى جائزة أحسن دور رجالي. خرجت نحمل هذا الكوت لي غامز ونعوز قرا، خرجت نحمل هذا الكوت لي غامز ونعوز قرا، هذا متساتي ولا غمعنا الويغ ضيض يجور ثقيلة، هذا متساتي ولا غمعنا الويغ ضيض يجور ثقيلة.
يرس شفي غاسم يكبرس شفي غاسم يكبرس